السلام عليكم. النهاردة بقى هنكمل مع بعض سلسلة المأكولات البحرية اللي عملناها، وهنعمل طريقتين من الجمبري المقلي مع بعض، واحدة فيهم بقشره والتانية من غير قشر. أول طريقة ومشرفة جدا في العزومات وبتدينا فخامة كده وكمية أكتر، وتاني واحدة بتبقى كريسبي من بره وطرية من جوه. تعالوا يلا بينا بقى نشوف الطريقة مع بعض ونبدأ بسم الله. هنبدأ بقى في خلطة التتبيل، وهي كام فص كده من التوم حلوين معانا، ومعلقة ملح، معلقة كمون، فلفل أخضر رومي، ومعاه حراق ده اختياري، لو حابين مش حابين ممكن نستغنى عنه، وعصير ليمونتين كده كبار. ونضرب بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض وننعمها بقى لحد ما تكون بالشكل ده. عندي بقى جمبري كده مغسول وشايلين خط الرمل من الظهر، وزي ما وضحت قبل كده انه عشان نختار الجمبري كويس لازم يكون متماسك كده ولونه كويس وشكله جيد يعني وطازة، لانه ساعات بيكون في جمبري مهري ده مش بيدينا نتيجة حلوة خالص. هنحشي بقى الجمبري بتاعنا كده من الظهر ومن بره. طبعا احنا هنشتغل الطريقتين بتوع الجمبري بنفس التتبيلة، بس في الطريقة التانية هنزود بس نص معلقة كركم. هيكون معانا بالشكل ده. هنخليه بقى حوالي 10 دقايق كده يشرب من التتبيلة كويس، وبعدين عندي ربع فنجان من المية هنضيفه عليه في نفس البولة او الطبق اللي بنشتغل بيه. هنضيف بقى حوالي 4-5 معالق كده من الدقيق، نقلبهم بقى كويس. طبعا احنا حطينا المية مع هنا علشان تعمل طبقة كده ويكون كريسبي ومنفوخ وشكله يعني فخم، وحقيقي بيبقى من جماله بيتاكل حتى بقشره. هنا بقى كان عندي كمية برضو من الدقيق، ارجع بقى احط واحدة واحدة كده، والزيت سخن ننزل بواحدة واحدة، ونحاول ما نحطش كمية كبيرة في الطاسة عشان ما يأثرش على السوا بتاعه. لازم يكون الزيت بتاعنا سخن وعلى نار عالية، لان الجمبري ما بياخدش وقت خالص، فلو حطيناه على نار هادية هيطرى والطبقة بتاعته تفك ومش هيبقى جميل. ولكن والنار عالية دقيقة، يعني اقل من دقيقة على الناحية دي ودقيقة على الناحية التانية. بصوا ما خدش وقت معانا خالص، يدوب كده اول ما يدينا اللون الذهبي الحلو ده نطلع على طول. وبرضو ما تبقاش النار عالية اوفر ان هو يتلسع او يغمق مننا، لا هينشف. الجمبري اسرع حاجة في الدنيا في الاستواء، يعني شايفين جماله طري من جوه ومقرمش من بره باللون الجميل ده، بجد احلى واوفر من المطاعم مليون مرة. احنا دلوقتي لو كلنا الاكلة دي بره بندفع ارقام خرافية، تخيلوا بقى بنص كيلو عملنا الجمال ده كله. تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية معانا اللي هي من غير قشر. برضو معايا نفس الكمية من الجمبري، وزي ما قلنا نفس التتبيلة بتاعتنا هنضيف لها بس الزيادة نص معلقة الكركم عشان يدينا لون كده خيالي وبيرفع من القيمة الغذائية للأكلة. دلوقتي بقى معايا نفس الكمية برضو من الجمبري بس متقشر ومفتوح من الظهر، هحشيه برضو كده من الظهر ومن كله. طبعا يا جماعة لازم نكون حريصين ان كل واحد يعني برضو يدوق التتبيلة بتاعته، يشوف الملح لو زايد ناقص، يعني احنا برضو بنقول كده بالمعلقة، لكن لينا برضو الحاسة بتاعتنا الخاصة بينا كلنا، وربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب. نخليها برضو حوالي 5 دقايق، نفس برضو اللي عملناه في الطريقة الأولانية. حطينا جزء كده من الدقيق حوالي 3-4 معالق مش أكتر، وبرضو هناخد واحدة واحدة نحطها بقى في الدقيق الناشف،
وعندنا الطاسة السخنة، برضو ننزل واحدة واحدة كده وما نكترش في الكمية. يعني بصوا ما تغفلوش عنه، في ثانية في ثواني بيكون اتقلى معاكوا عشان ما ينشفش او يغمق. بجد بقى الوصفة دي تقدروا تعملوها سندوتشات كده بالطحينة والجرجير زي ما احنا متعودين من المحلات، او تقدروا تعملوها وجبة متكاملة مع الرز والسلطات. بألف هنا وشفا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ يا ريت تكتبولي في الكومنتات، ولو جربتوها ما تنسونيش من دعوة حلوة. واخر حاجة بقى نعملها مع بعض هي الطحينة، عشان تبقى عندكم كده الأكلة كاملة لو حبيتوا تجربوها. طبعا بتكون عندنا الطحينة كده بنزود لها شوية مية على ما القوام بتاعها يكون كويس. بنزود لحد ما القوام يكون مظبوط معانا، وبعدين بقى هحط لها جزء من التتبيلة اللي كنا عاملينها هي. بصوا أكلة ما بتاخدش 10 دقايق بس فخامة، ما بيختلفش عليها 2. هي يعني بجد السهل الممتنع. هنزود بقى رشة خل وعصرة ليمون كده، واخر حاجة معايا رشة الزيت. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.